في فيديو النهاردة ان زرعتك لو طلعت معوجة عمرها في حياتها ما هتتعدل. هتقولي لي قصدك ايه من الفيديو؟ هقولك انا قصدي بزرعتك دي يعني عيالك لو انتي ما بدأتيش معاهم صح مش هتعرفي في الاخر تعلميهم اي حاجة. امهات كتير يا جماعة تدلع وتطبطب وتسايس وتعمل، مش بقولك ما تعمليش كده ولا تبقي قاسية، اعملي كل ده، بس تقولي غلط، تقولي عيب، تقولي حرام، تقولي ما يصحش تعملي كده، لازم تعملي كده من اول ما تحطي البذرة. يعني انت عيالك من اول ما يتولدوا مش هتفهميهم وهم نونو، لا طبعا، يكبروا شوية يروحوا الحضانة تلاقي تقولي عيب عشان كذا، لا ما يصحش تعملي كذا يا حبيبتي، ده غلط لما انت تعملي كذا يا حبيبتي، بهدوء وبالراحة وكل حاجة. فهتطلعي البذرة بتاعتك، الشجرة الصغنونة بتاعتك على ايه؟ على صح صح صح، عيب، غلط، حرام، ما يصحش تعملي كده. الزرعة تطلع كويسة من صغرها. انما انا اطلع زرعتي على لسه صغيرة تعمل اللي نفسها فيه، دي لسه ما تفهمش اي حاجة، لما تكبر ان شاء الله هبعلمها، لا انا ما ينفعش اقول لها كده دلوقتي. ليه؟ هو انا عقدها من صغرها؟ سيبها تعمل اللي هي عايزاه، ولما تكبر ان شاء الله كده هبقى اعلمها. هتعلمي ايه بقى؟ خلاص انتي طلعتي على على حاجة معينة، انتي طلعتي بنتك او ابنك على طبع معين، استحالة لما يكبروا هيغيروا كل ده. قصدي في الفيديو دوت ازرعي صح عشان في الاخر تحصدي حاجة كويسة وترضيكي.